ولدت الطفلة فيروز لأسرة مصرية أرمينية واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفيا، وهي الأخت الكبرى للفنانة نيلي وابنة عمة الفنانة لبلبة. وكان أول من اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب، حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان، فرقصت الطفلة الموهوبة على الموسيقى ولفتت انتباهه. لاحظ إلياس مؤدب موهبة الطفلة وحاول تطويرها، فقام بتأليف وتلحين مونولوج خاص لها، واصطحبها لتؤدي المونولوج في إحدى الحفلات التي كان يعزف فيها. أثارت بيروز إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحا باهرا، فقرر إلياس مؤدب إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبرج الليلي، حيث نجحت نجاحا باهرا أيض والتف حولها المنتجون السينمائيون، واختارها الفنان أنور وجدي ليوقع مع والدها عقد احتكار تتقاضى بمقتضاه 1000 جنيه عن كل فيلم، واختار لها اسم فيروز. كان أول عمل للطفلة المعجزة فيروز بسن 7 من عمرها، وهو فيلم ياسمين عام 1950، واستخدم مكتشفها أنور وجدي كل أساليب الدعاية للترويج للطفلة المعجزة والفيلم، واستعان بمدرب الرقص إيزاك ديكسون لتدريبها. كان من المفترض أن يكون الفيلم الأول من إنتاج مشترك بين أنور وجدي والموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي خشي من أن يخوض التجربة ويراهن على طفلة صغيرة لا تتقن سوى الغناء في نظره، فقرر أنور وجدي أن يخوض المغامرة وحده. وعاشت فيروز فترة مع أنور وجدي في منزل الممثلة ليلى مراد زوجته في ذلك الوقت. وكانت البطلة الرئيسية في فيلم ياسمين الفنانة فاتن حمامة، ولكنها رفضت المشاركة في الفيلم بعد أن وجدت البطولة الرئيسية لفيروز التي كانت تبلغ من العمر وقتها 7 سنوات، واستعان أنور وجدي بمديحة يسرى للقيام بالدور. وقام أنور وجدي بدعوة الأطفال لحضور حفل 10 صباحا، ووعد بتوزيع الهدايا في السينما ليحقق الفيلم نجاحا كبيرا. وكانت فيروز قد رفضت تصوير أول مشهد، وقالت في لقاء لها إن السبب وراء ذلك أنها كانت ترتدي فستانا مقطوع ممزقا، مما جعلها تنزعج، خصوصا أن المشهد الذي تم تصويره قبله كان عن أطفال يرتدون ملابس فخمة، إلا أن أنور وجدي شرح لها السبب. وبعدها بعام قدمت الطفلة المعجزة ثاني أفلامها فيروز هانم، ثم فيلم صورة الزفاف، قبل أن تقدم بهب في عام 1953. وحققت الطفلة فيروز وأفلامها نجاحات منقطعة النظير، حتى كان الانفصال الفني عن أنور وجدي في العام نفسه لتقديم فيلم بهب 1953. فقرر والدها إنتاج أفلامها، وبالفعل قدم لها فيلم الحرمان مع شقيقتها نيلي، لكن العمل لم يحقق نجاحاتها السابقة نفسها. وبعدها قدمت أيضا فيلم العصافير الثلاثة، وشاركت فيه شقيقتيها نيلي وميرفت. ووقفت فيروز بعد فيلم عصافير الجنة الذي قدمته في العام